السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي. النهاردة هعمل معاكم روتين مسائي. اتمنى كده روتين النهاردة يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم، واتمنى يكون روتين خفيف كده على قلبكم. طبعا النهاردة روتين مسائي، فقلت حبيت كده اصور معاكم. طبعا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونخلي دايما كده على لساننا الاستغفار، يعني طول ما انتي بتروقي او طول ما انتي بتغسلي المواعين تخلي الاستغفار دايما على لسانك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. وتخلي دايما برضو على لسانك الحوقلة، لا حول ولا قوة الا بالله. كثرة الحوقلة بتبني ليكي بيت في الجنة. وتخلي دايما على لسانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دي كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا زي ما انتوا شايفين انا كنت مقصرة الصراحة شوية في حق البلكونة، ففتحت البلكونة كده وهويت الشقة وكنستها ولميت كل التراب بالجاروف، وبعد كده جبت شرشوبة. وسيقت طبعا ان المكنسة والشرشوبة خصصتهم كده للبلكونة، يعني كل ما عاوز اكنس بالمكنسة دي، او امسح بالشرشوبة دي. يعني انا كده مخصصاهم للبلكونة وما يطلعوش برا البلكونة. طبعا عشان ده حاجة وده حاجة، ومخلية برضو مكنسة مخصصة للشقة. انا هنا كنت نشرت الهدوم، كنت عاملة دورة غسيل كده في الغسالة ونشرتها عشان ايه؟ عشان تنشف تاني يوم اول ما اصحى الصبح كده باذن الله تكون الغسيل نشف وما يقعدش كتير بره بقى وياخد من جو التراب وكده. فنشرته وخلصت، وبعد كده دخلت على الصالة بقى مسكت كل الانتريه اللي عندي في الصالون ونفضتهم بالفوطة. وكنت عاملة بقى ايه؟ حملة تعطير كده بالديتول. طبعا حاولي على قد ما تقدري في البلاء اللي احنا فيه، ربنا يرفع عننا البلاء والابتلاء، تمسحي كل حاجة عندك اذا كان خشب او ازازة او اي حاجة تمسحيه كده بالديتول، بالذات كمان لو عندك اطفال. يعني ربنا يحفظ اولادنا ويحميهم جميعا، ويرزق اي واحدة يا رب مشتاقة كده للاطفال. وزي ما انتوا شايفين انا مسحت كل الخشب بتاع الصالون بالديتول وعقمته. هو كان روتين كده مسائي كده خفيف. إيه لو حابين نعمل معاكم بقى روتين عميق وكده بقولوا لي وعرفوني. وهنا كنت برص بقى كل المخدات. وبرضو هكذا برضو في الكنبة التانية اللي عملته هناك هعمله هنا. إيه لمعته بالديتول ونفضت وعقمتهم، عقمت كل الخشب كويس. وزي ما اتفقنا نخلي دايما على لساننا الاستغفار. انا هنا كنت خلصت بقى الكراسي والكنب وعقمتهم كويس بالديتول. وبرضو الترابيزة شلت من عليها المفرش. مسحتها الاول بالفوطة عشان لو فيها تراب ولا حاجة، وبعد كده بقى رشيت ديتول. يعني حتى انت لو ما عندكيش الازازة دي ممكن تجيبي الديتول عادي وتفضيه في اي ازازة عندك، اسكان بقى مثلا او ازازة برفان قديمة خلصانة من عندك، تعبي فيها ديتول وتمشي كده في الشقة وترشي. بجد بيخلي الشقة معقمة وريحتها حلوة، وتحس كده بنظافة وانت عايش. وهنا برضو جيت مسحت الازاز وخليت كده كل الازاز بقى يلمع كده زي ما انتوا شايفين، بقى يلمع لمع. ولازم تخلي طبعا ورد كده تقريه كل يوم. يعني طبعا مفيش احسن من القرآن، لازم نقرا كده. يعني تخصصي لنفسك كده ورد معين تقريه، ومكان برضو تخليه كده جزء معين للصلاة. وزي ما انتوا شايفين بقى اي حاجة مكشوفة من الازاز مسحتها بالديتول وبالفوطة. طبعا انا ما شلتش وكده عشان قايله لكم ده روتين يومي مش عميق. وبرضو جيت على السفرة شلت المفرش والفازة ومسحتها بالديتول وعقمتها، وبرضو الفازة مسحتها وعقمتها. وهفرش تاني المفرش. يعني انا على طول ببقى فرشة المفرش، يعني ما بشيلهوش. يعني مثلا حتى لو ساعة الاكل بشيل منه جزء ونخلص وبمسحه وارجع المفرش تاني.
عشان بحس ان المفرش بيدي شياكة كده حلوة. وهنا بقى كنت بشفط بالمكنسة الكهربائية. انا لازم اهتم بالحتة اللي قدام الباب دي عشان على طول جوزي بيجي من بره بالشوز بتاعه بيبهدل بقى الدنيا تراب، واحنا خلاص دخلنا في الشتاء والطينة وكده، فالدنيا بتتبهدل على طول، فانا على طول لازم اكنس الحتة دي وامسحها بالشرشوبة. وبرضو كل السيراميك اللي باين شفطته كويس بالمكنسة الكهربائية. يعني أنا بحاول ما بتعبش نفسي في الروتين اليومي، يعني يا دوب كده الحاجات المكشوفة بشفطها بالمكنسة وامسحها بالشرشوبة. اما بقى في الروتين العميق بشيل السجاد وبكنس كويس جدا وبمسح بالشرشوبة كويس جدا وكده يعني. وهنا كنت خلصت الصالة وشفطت كل حاجة منها وسيقتها، بس انا محبتش اجيب معاكم حاجات كتير عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي وتملوا، فكنت بجيب بس مقتطفات وبكمل انا مع نفسي. وطبعا احنا كلنا يعني ستات بيوت شاطرة وكده وعارفين احنا بنعمل ايه، بس انا ايه حبيت اشارك معاكم فيديو النهاردة وجبت معاكم بس شوية مقتطفات وكملت بقى الباقي مع نفسي. وبعد كده هنا دخلت على الطرقة، لميت كل السجاد اللي فيه، يعني لميت كل السجاد وحطيته على جنب، وبعد كده بقى جبت المكنسة وقعدت اكنس. وهنا كنت باخد برضو من الحيطة كده من تحت عشان انا اخر دور، فالدور اللي عندي السطح عامل لي بينشع كده من فوق بسبب الشتا وكده، فالرطوبة عالية. فتنصحوني كده اعزل السطح بايه؟ لو حد فيكم مثلا بيعرف في العزل ينصحني اعزل بايه. يعني انا سمعت عن السيراميك وسمعت عن الفل، يعني لو اي حد فاهم في الموضوع ده يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وهنا بقى كنت كنست الطرقة كلها، وبرضو جبت شرشوبة وسيقتها. ورجعت بقى السجاد مكانه، فرشت تاني السجاد في الطرقة. بجد كان روتين خفيف كده، اتمنى يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم، يعني نشارك بعض، تقولوا لي ايه رأيكم فيه. ولو بتحبوا الروتينات قولوا لي برضو، انا على طول اعمل معاكم روتينات. وهنا كان شكل الطرقة لما فرشت كل السجاد. وبس كده، ده كان روتين النهاردة، كان روتين كده خفيف وروتين مسائي، فحبيت اشاركه معاكم. ودي اجمل لحظة واحلى لحظة بالنسبة لي، ان انا بكون خلصت الشقة اعطرها بقى وتبقى الشقة ريحتها حلوة واقعد بقى مرتاحة ومستكنيسة. احنا كلنا طبعا بنحب اللحظة دي. انا عطرت الصالة كلها زي ما انتوا شايفين. واتمنى روتين النهاردة يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.